قال لك سير على الواد الهرهوري وما تمشي شيء على الواد السكوتي. هكاك خدموا اصدقائي، خدموا في صمت بحال اللي بينا المنتخب المغربي. لان النهار اللي القوه ديالكم غتجلى وغتكبر وغتشق بالنور ديالها، راكم غتخليو كلشي يشوفها. الانسان اللي كيبين الخطط ديالو والنوايا ديالو وكيتسنى من العالم الخارجي يدعمو، هذا انسان ما غادي يوصل حتى لبلاصه. علاش؟ لان كيستمد الطاقه ديالو من العالم الخارجي. دعمو العالم الخارجي غادي يكمل، ما دعموش العالم الخارجي غادي يرجع للور. حتى من الاول ما كنخافوا من تفرقه فيهم الهضره بزاف، جينا للماتش كليناهم. منهج حياه خذوه في حياتكم اصدقائي. ماشي ملزومين تقولوا للناس الخطط ديالكم، ماشي ملزومين تبرهنوا للناس النوايا ديالكم. خدموا في صمت، حيت النهار اللي غادي تخرجوا النور ديالكم غادي يشع، النور ديالكم غادي يصفقوا عليهم الناس. خذوا هذا المنتخب المغربي كمنهج حياه اصدقائي. نتوما ما ملزومينش تستمدوا الطاقه ديالكم من العالم الخارجي. نتوما في الاول دعموا راسكم براسكم، شجعوا راسكم براسكم، وداك الطاقه خليوها لنفوسكم، خليوها للمخاض ديالكم. حيت النهار اللي كيكون المولود جاهز كل شيء غادي يستقبلوا. واخا مع الوحده د الليل كل شيء غادي يفرح بالوجود ديالو، واخا في قلب الظلام. استافدوا من الدروس اللي كتهديها لكم الحياه، حيت حقيقه دروس رائعه، وحيت ما كاينش شي حاجه كتجي غير باش تجي. ربي حكيم، ربي ديما كيخلي لك الحجج، كيخلي لك النجاحات نتاع ناس واحد اخرين. شنو داروا باش وصلوا لهاد القمه هذه في هذا الوقت الضئيل هذا؟ شنو هو المنهج اللي عاشوا فيه؟ شنو هو التدريب اللي قاموا به قبل ما يتسناو الدعم من العالم الخارجي؟